في يوم كنت في وسط البلد، كنت بدور على شغل، وللأسف زي كل مرة سيب رقمك ولو محتاجين حد هنكلمك. وخرجت من المكان اللي أنا كنت فيه وبكلم نفسي وبقول لحد امتى هفضل أدور على شغل؟ أنا تعبت من كتر المشي. لحد ما بصيت قدامي لقيت صالون اسمه الحاج عارف. دخلت عليه ورميت السلام، رد عليا وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له أمرني يا ابني. قلت له ما يأمرش عليك ظالم يا حاج، أنا كنت بدور على شغل وعايز أشتغل أي حاجة ناكل منها عيش. طيب أنت صنايعي ليك في مهنة الحلاقة؟ قلت له لأ، بس الصراحة أنا دورت على شغل كتير وما لقيتش. قال لي طيب خلاص يا ابني، شكلك ابن حلال وهتشتغل معايا. قلت له بجد والله؟ شكرا يا حاج. قال لي عمك عارف يا ابني، عمك عارف. ومن ساعتها بدأت الشغل. أول يوم كان عادي جدا، بس الحاجة الغريبة إن الزبائن كانوا بيجوا بس بالليل، ولما سألته ليه ضحك وقال زباين مخصوصين. تاني يوم لاحظت إن مفيش حد بيبص في المراية وهو بيحلق، كل واحد يقعد على الكرسي وعينه في الأرض. ولما سألت الحاج عارف عن الموضوع ده وشه اتغير وقال اوعى تبص في المراية بعد الساعة 12 بالليل. افتكرته بيهزر وما خدتش كلامه بجد. وفي ليلة الساعة عدت 12، كان في زبون قاعد على الكرسي وانا واقف وراه، وفجأة بصيت في المراية واتجمد الدم في عروقي. الراجل اللي قاعد قدامي كان موجود بس انعكاسه مش موجود. رجعت لورا بخطة ولقيت الزبون بيبصلي من غير ما يحرك رقبته. بصوت واطي قال انت شفتني. جريت ناحية الحاج عارف وانا مرعوب، لقيته واقف في اخر الصالون وكأنه مستنيني. قلت له مين الناس دي؟ اتنهد وقال دول مش احياء يا ابني. حسيت ان رجلي مش شايلاني. قال لي من 30 سنة حصل حريق في العمارة دي ومات ناس كتيرة، ومن يومها بيرجعوا كل ليلة بيحلقوا هنا. قلت له وانت مستحمل ده كله؟ بصلي وقال عشان انا واحد منهم. في اللحظة دي حسيت ان الدنيا اسودت قدامي. بصيت على الارض لقيت الحاج عارف ملوش ظل، وفجأة كل اللمبات اللي في الصالون اتطفت واتفتح باب الصالون لوحده، ولقيت العشرات الاشخاص واقفين بره وشوشهم محروقة وعينهم سودة. كلهم كانوا بيبصوا عليا. واحد منهم قال الحاج عارف تعب ودلوقتي جه دورك تمسك الصالون. صرخت وجريت ناحية الباب، لكن أول ما وصلت لقيت نفسي واقف قدام المراية الكبيرة وشفت انعكاسي، لكن الانعكاس كان لابس بدلة حلاق قديمة وواقف بيبتسم. ومن يومها الصالون لسه موجود في وسط البلد، ولو دخلته بالليل وشفت شاب واقف جنب الحاج عارف يبقى أنا لسه هناك مستني الزبون اللي هيستلم مكاني.